المصريتين مروة عبد الهادي ودعاء الغباشي احرجوا فرنسا وخلوا شكلها لا مؤاخذة. مروة ودعاء لعبوا فولي بول في اولمبياد باريس وهم لابسين لبس الحجاب كامل، ده في الوقت اللي بتحظر فيه فرنسا على لاعبتها ارتداء الحجاب. مروة ودعاء خلوا CNN شخصيا تدخل تحفل على فرنسا، كتبوا لو مروة ودعاء كانوا بيلعبوا الفريق الفرنسي ما كانوش حتى قدروا يلبسوا الحجاب، ان ده ممنوع على اللاعبات الفرنسيات. عندنا حريات اكتر من فرنسا يا اما. اللاعبة المصرية دعاء طلعت قالت في تصريحات CNN انها عايزة تلعب بالحجاب بتاعها، ولو حد عايز يلعب وهو عريان يلعب، احنا مالنا، هم لازم يحترموا الثقافات والديانات الاخرى. اديا دعدع وزودت وقالت في الاخر دي رياضه وانا مش موديل، يعني من الاخر لو عايز تروح تتفرج على واحده اخترت المكان الغلط. وفي الاخر ختمت وقالت اتس فري كانتري، كل واحد يلبس اللي هو عايزه، اللي عايزه تلبس البيكيني تلبس، بس انا عايزه البس الحجاب. اديلهم يا دعاء دروس في الحريات. طبعا عاش دعاء وعاش مروه، ومش المفروض اي جهه ولا اي دوله تفرض على اي